يا مساء أو صباح الفل عليكي. لو بتدوري على طعم السمك البلطي المشوي زي المطاعم ومكونات بسيطة في البيت، الفيديو ده ليكي. هوريكي تتبيلة مظبوطة وطريقة شوي تديكي سمكة طرية من جوه ومحمرة وتحفة من بره. خليكي معايا للآخر عشان تشوفي السر كله. النهاردة بنعمل السمك البلطي على أصوله بتتبيلة تخلي الطعم بيفرق بجد، خطوات سهلة ونتيجة بتفتح النفس. يلا بينا نبدأ. ويا ريت لو عجبك الفيديو ما تنسينيش في اللايك والسبسكرايب تشجيعك ليا. اول حاجه اشترينا السمك نضفناه كويس جدا جدا، وانا بحب انقعه في ميه بخل دقيقة واحدة بس، وبعدها اشطفه كويس. وبعدين هنشتغل في التتبيلة. بحب افتحه كده من كل جنب فتحة كبيرة بالسكينة، حابة تجزئيه اتنين بس بيتهري في الشوي. خليها فتحة كبيرة بالطول كده عشان ما يتهريش منك وانت بتشويه، عشان احنا هنشويه بالردة والزيت حاجة كده على اصولها. جبت بقى الكبة عشان اعمل التتبيلة. التتبيلة الأصلية للسمك هي توم، عبارة عن توم، كام فص توم كده حلوين، وفلفل وشطة. وحطي الشطة وما تخافيش، مش بيخليه حراق ولا حاجة، بس بيديله طعم حلو جدا. حطي الشطة والثوم والفلفل ويلا بينا بقى نتبل. هنحط ملح وكمية حلوة كده من الملح عشان السمك يبقى حدق ومظبوط، ما يبقاش دلع وميع معاكي. هنحط ملح وفلفل اسود، معلقة كده فلفل اسود صغيرة، ومعلقة كمون كمان صغيرة. هنقفل الكبة وهنضرب الكلام ده كويس، واحنا مش محتاجين اكتر من الملح والفلفل والكمون. هنضربهم وننعمهم مع بعض وبس. خلاص كده جاهز معايا. هحط له شوية خل الليمون انا بحب اعصر الليمون على السمك، يعني السمكية اللي هتبلها بقوم ماسكة الليمون اعصرها عليها واكون متبلاها بالتتبيلة دي. كملي معايا الفيديو علشان فيه خطوات وتركات تانية بتخلي السمك مظبوط جدا معاكي. هنعصر بقى كده الليمون على السمكية وهناخد من التتبيلة ونتبل السمك بالتتبيلة التحفة دي. وانا بحب السمك المشوي انضفه، اشيل بطنه واشيل قشره واشيل كل حاجة، علشان احنا ما بنحبوش بصراحة زي ما هو كده. كده بيطلع حلو ونضيف، تعرفي تمصمصيه كده وتاكليه براحتك، مفيش زفارة خالص ومفيش اي حاجة مش لطيفة وانتي قاعدة بتاكليه. هو كده تمام قوي. بس كده هنتبل وتحطي له تتبيله حلوه كده تديله حدقه كويس وتديله تتبيلته عشان يطلع مظبوط وزي الفل معاكي. انا عملت كمان معاه السمك الفيليه. انا نزلت معاكم مشتريات رمضان، قولوا لي بقى انتوا اشتريتوا ايه في رمضان، وتحبوا في رمضان نعمل فيديوهات ايه، وحابين نعمل ايه في رمضان. الايام عماله تجري وخلاص رمضان فاضل له اقل من اسبوع. قولوا لي بقى انتوا خلصتوا تجهيزات والتفريزات، خلصتوا الترويق، خلصتوا كل الحاجات والمشتريات والحاجات اللي وراكم رمضان، ولا انتوا لسه ما خلصتوش؟ بحب ارش عليه برضو رشه كاري، وبتخلي السمك حلو جدا وتودي السمك في حتة تانية. رشة الكاري دي طعمها تحفة جدا، وبحب احطها له بس على الجلد كده، يعني على السمكية من بره، ما بحبش احطها جوه التتبيلة. هحط كل شوية وكل سمكة كده رشة كاري ورشة كزبرة ناشفة ورشة كمون، ودعكي بقى السمكية كده اهوت بالتتبيلة دي، وسيبيها بقى ساعة ساعتين لحد ما تيجي تشوي السمك او تشتغلي في السمك. هيطلع طعمه تحفة وحلو جدا. بس كده. انا خدته حطيته في التلاجة ساعتين، وبعدين ابتديت اشتغل فيه. هعمل معاه رز ابيض، حابه تعملي هو المشوي بيجي معاه الرز الابيض، حابه تعملي الرز الصياديه براحتك، بس هو الاتنين المشوي ما بيليقش عليه غير الرز الابيض. انا بقى بعمل الرز الابيض بتاعي لما حد بياكله عندي رز السمك بيقول لي انت عملتيه ازاي. انا بعمله كانه رز معمر، بعمله بالسمنه البلدي، وبحط معلقه سمنه بلدي كده حلوه، وبحط شويه زيت، وبحط الرز كله على بعضه والملح والميه، علشان رز السمك شوية بيبقى فيه تعجينة، ما بيبقاش مفرفر زي الرز الطبيخ والرز العادي. رز السمك شوية بيبقى ايه، معجن فيه سن التعجينة، وغير بقى الزبدة بتديله طعم حلو جدا، بيبقى طعمه تحفة جدا كأنك بتاكل رز معمر. بس كده خلاص غطيت دي بقى الردة. وما تجيبيش ردة خشنة قوي ولا ردة ناعمة قوي، انا بجيبها وسط. بس كده. هاخد السمكية بتاعتي كده برضو من ناحيتين، حاولي وانتي بتعوصيها بالردة ما تدخليش في قلبها ردة وتخليها من جوه كده مدرمغة، خلي من جواها التتبيلة بس كده، وشويها بالردة على خفيف كده، يعني ما تدرمغهاش بالردة.
بس كده. انا كنت مشغله الجريل، وعلى الجريل بيبقى تحفه جدا. بصي بتخلي السمك كانه فعلا مشوي. دي الجريل اللي بنحطها على النار عادي، دلوقتي اظن كل الناس جايبينها. بسعرها حلو جدا وبسيط. انا دي القديمه شويه خليتها للسمك، لشوي السمك بس. حطاها كده، بقوم حاطه عليها شويه زيت وبسيبها تسخن جدا على النار، وبقوم نازله فيها بالسمك. هي ما بتاخدش اكتر من سمكتين عشان انا بنحب السمك كبير شويه. هحط السمكتين بس بعد ما كانت حاميه جدا معايا، وهسيبها براحتها. مش هقلب، مش هاجي يمة اي حاجه غير لما احس ان هي فعلا ابتدت تاخد لون، بيبان من الديل كده ان هي خدت لون. هنقلبها، مش هنقعد نهربت فيه ونقعد كل شويه نقلب فيه. هي تقلبتين بس. تمام. لما تلاقي الديل كده تحس ان هو اخد اللون، هنقلب على طول. انا من الناحيتين كويس، قافله بطنه كويس. عايزه تزودي بقى جوه بطنه تحطي مثلا جزرايه وطماطمايه وقرن فلفل تقطعيهم صغير وتحشيها، براحتك. احنا ما بنحبش الحشوه دي بصراحه، ولا بنحب طعمها. هنعمل بقى الدقه اللي هنحطها عليه. ديت بقيه التتبيله اللي اتبقت معايا ركنتها وخدتها بقى، حطيتها في طبق، حطيت عليها معلقه كمون، وهحط عليها شويه شطه وعصرة ليمونة ومية سخنة من الكاتل بتغلي. بس السمكة هتطلع من على الشواية من على الجريل، اقوم حاطه لها معلقتين 3 من التتبيلة دي، علشان الجلد بتاعها يطرى شوية، وتبقى واخدة طعم التتبيلة بقى، وطعمها تحفة جدا. هنقلب كويس وهركنها على جنب. انا حطيت لها دي بقيه التتبيله اللي باقيه من السمك، حطيت لها رشه كمون وعصره ليمونه، وهقوم حط عليها ميه سخنه بتغلي. بس بتاخد لون هقوم قلبها على طول. بس كده مستوي، بس ما تعليش عليه النار. النار متوسطه، لا هي عاليه قوي ولا هي واطيه قوي. لو عاليه قوي هتحروق لك السمكيه من بره، ومن جوه هيفضل ني. ولو واطيه قوي هيخلي لك السمك ناشف مش طري كده وطعمه حلو. فالنار لازم تبقى متوسطه. بس خلاص، خلص وجاهز معايا. احلى وانضف سمك مشوي هتاكليه. احلى من بتاع المحلات، وانضف كتير، مفيش اي نوع من انواع الزفاره. الرز كمان كان معايا استوى. لما تلاقيه دخن قوي كده اعرفي ان الرز استوى تمام معاكي. هديله بس تقليبه بالشوكه كده، وبرده هدوق اشوفه استوى ولا لا. وكده الاكل جاهز معايا. غرفنا الاكل. وانا كنت البنات عندي بيحبوا السمك الفيليه، ما بياكلوش السمكه غير فيليه. فانا بجيب الفيليه اتبله واحطه في الفريزر، وبطلعه اقليه في ميه. بحطه في دقيق، ميه ساقعه، دقيق، وبقوم منزلها لهم في الزيت، بيطلع سمك مقلي فيليه تحفه جدا. جربي السمك بطريقتي. عملنا طبق سلطه حلو كده، والرز اهو استوى، والاكل قدمناه كان طعمه حلو جدا جدا. جربي السمك بطريقتي ان شاء الله هيعجبك. ويا ريت لو عجبك الفيديو ما تنسينيش في اللايك والسبسكرايب. شكرا على وقتكم.